اوبو من شهر كده نزلت موبايل اسمه الاي 5 برو وقالت لك تعالى شوف الجمال، تعالى شوف الدلع. اقوى موبايل اعتمادي في فئته السعريه، هيسد معاك في كل الظروف، صدمات، ماء، اتربه، ولا يهمك يا باشا. عندك اعلى مقاومه ماء وغبار اي بي 69 وبطاريه عملاقه 5800 ملي امبير. مش بس كده، كاميرا 50 ميجا بكسل. وقالوا بس خلاص كده احنا مدلعين المستخدم ومفيش منافسه. بس يا ترى هل الموبايل ده حقيقي يستاهل ال 12000 جنيه ولا انت بتتغفل يا عزيزي المستخدم وبتضحك عليك بارقام على ورق وخلاص؟ للاسف في ناس كتير اندفعت ورا الشكل والاعلانات بسبب بعض اليوتيوبرز اللي بيتكلموا عن التليفون من غير اي حياديه. وبصراحه شفت كذا فيديو مراجعه للموبايل استفزوني جدا، وعشان كده انا جاي النهارده اقول لك الحقيقه زي ما هي، من غير مجامله ومن غير تطبيل ومن غير اي مصالح. وللعلم انا لا ضد الشركه ولا ده اعلان مدفوع، انا ضد انك تشتري حاجه وتتفاجئ انها نص كم او تتخدع. الخلاصه انا جاي اديك المعلومه وخلاص، لا اكتر ولا اقل. بس قبل ما نبدا ونخش في التفاصيل، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. ثواني بسيطه بس اجرك كبير عند ربنا. خلينا بقى نبدا ونشوف الموبايل ده ايه حكايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موبايل اوبو الاي 5 برو ال4 جي اللي نزل السوق المصري بسعر رسمي 12000 جنيه. هتقول لي حلو، دول بيقولوا عليه اقوى موبايل اعتمادي في فئته السعريه. يا باشا ده انت عندك اعلى مقاومه ماء وغبار اي بي 69. هقول لك لا، مش حلو خالص، كل دي ارقام على ورق، ولما تعرف العيوب ده كفيل لوحده يخليك تقفل الفيديو وتروح تدور على اي موبايل تاني. عزيزي محب شركه اوبو، استنى قبل ما تقول لي اني بهاجم الموبايل وخلاص. خليك معايا عشان اشرح لك ليه الموبايل ده بيمثل كارثه حقيقيه في فئه ال 12000 جنيه، وازاي اوبو بتبيع لك موبايل مواصفاته متأخرة جدا بسعر موبايلات تانية بتقدم أداء محترم جدا. اللي هقوله دلوقتي حرفيا ممكن يزعل ناس كتير من محبي شركة أوبو، بس خليني أقول لك الحقيقة وبكرر كلامي، أنا لا ضد الشركة ولا ده إعلان مدفوع، أنا ضد إنك تشتري حاجة وتتفاجئ إنها نص كم أو تتخدع. أول حاجة تتحسب للموبايل ده هي التصميم. الجهاز جايب خامات محترمة نوعا ما من البلاستيك، تحديدا مادة البوليكربونات اللامع، والإطار كمان بلاستيك بس الملمس ممتاز. وفي اللون الأخضر الخامات بتبقى من الجلد، بصراحة شكله حلو وفيه شوية فخامة كده. ومعاك هنا مقاومة للمياه والغبار بمعيار اي بي 69 واي بي 68 واي بي 66. كمان التليفون مقاوم للصدمات والكسر بشهادة عسكرية، والشاشة عليها طبقة حماية من جوريلا جلاس 7 اي، ودي حاجة نادرا جدا في الفئة دي ونقطة تتحسب ليه. والجهاز ياخد 9 من 10 على التصميم والتقفيل والحماية. نروح بقى لتاني اهم حاجه في الموبايل وهي الشاشه، وهنا تبدا الكارثه. الموبايل بيجي بشاشه بحجم 6.67% بوصه من نوع اي بي اس ال سي دي ومعدل تحديث 90 هرتز. كل دي مواصفات محترمه عادي في الفئه دي وممكن تتقبلها، بس اللي لا يحترم ان جوده الشاشه اتش دي بلس وبجوده 720 في 1604 بس، يعني عدد البكسلات في البوصه الواحده حوالي 264 بي بي اي، وده رقم ضعيف جدا لو قارنته بشاشات الفول اتش دي بلس اللي بقت تيجي حتى في موبايلات اقل من ال 6000 جنيه. يعني لو انت بتتفرج على فيديوهات او بتلعب او حتى بتقلب في الموبايل هتحس ان التفاصيل ضايعه وان الالوان باهته. انت بتدفع 12000 ومش واخد حتى شاشه محترمه زي اللي ب6 او ب7000 جنيه في شركات تانية. طيب لو كنت فاكر ان هي دي العيوب وبس، احب اقول لك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. خلاص دخلنا على 5000 مشترك اهو. وتعال نروح على العيوب الباقيه واهم حاجه في الموبايل وهي الاداء والمعالج. الموبايل بيشتغل بمعالج سناب دراجون 6 اس جين 1 8 النواه ومبني على معماريه تصنيع 11 نانومتر، ومعالج الرسوميات هو ادرينو 610، وبيجي بنسختين 128 جيجا ذاكره داخليه و8 جيجا رام او 256 جيجا ذاكره داخليه و8 جيجا رام. المعالج ده جريمه في حق المستخدم. انت متخيل انه بيعمل 253 الف نقطه على انتوتو؟ طب انت تعرف ان انفينكس سمارت 9 اللي ب 4000 جنيه بيعمل 263 الف نقطه على انتوتو؟ ده معالج تقنيا ينفع لموبايل اقتصادي تحت ال 6000 جنيه، لكن في موبايل بسعر 12000 لدى استخفاف بعقل المستخدم. يعني بالعافيه تقدر تشغل تطبيقات التواصل، واتس، فيسبوك، انستجرام، وكل ده وانت بالراحه كده على التليفون عشان ما يهنكش. لكن اول ما تفكر تفتح لعبه تقيله زي بابجي او حتى تصور فيديو بجوده محترمه، الموبايل هيبدا يسخن ويهنج ويقول لك ابراهيم ارحمني. يعني تخيل كده بتدفع 12000 جنيه وفي الاخر مفيش 5 جي كمان، في الوقت اللي شاومي وتكنو كلهم بيدوا 5 جي، حتى في موبايلات ب 8 و9000 جنيه بتديك 5 جي. يا باشا ده موتوريلا بتديك موبايل 5 جي ب 8000 جنيه. وتخيل معايا كمان ان سامسونج بتديك 5 جي في موبايل الام 34 اللي ب 8500 جنيه. الجهاز جايب اندرويد 15 وواجهه اوبو كولر او اس 15. واجهه اوبو تقيله شويه على المعالج ده وهتحس بتقطيع في الانيميشنز، والدعم التحديثي مش مضمون قوي، خاصه ان اوبو ما بتهتم
مش قوي بسلسله الاي في التحديثات السريعه، ومفيش مدخل 3 و5 مللي لسماعات الهاند فري، يعني لازم تشتري سماعه تايب سي او بلوتوث. البلوتوث نفسه اصداره قديم والجوده بتاعته مش متوافقه مع السماعات الجديده اللي نازله دلوقتي. اوبو لسه عايشه في 2020 تقريبا. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 ومعاها كاميرا مساعده 2 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفيه في الاضاءه العاليه بتدي صور مقبوله بس ما فيهاش تفاصيل حقيقيه او دايناميك رينج. في الاضاءه الضعيفه الموضوع بينهار حرفيا، نويز في كل حته، الوانها باهته، التفاصيل مش واضحه، وده طبيعي لان المعالجه بتاعته الصور ضعيفه اصلا بسبب المعالج. الموبايل بيصور فيديو بدقه 1080 بس، ودي مصيبه تانية لان في نفس الفئه دي في موبايلات بتصور 4K عادي. والكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه ضيقه، والنتائج مش مرضيه بالمره خصوصا في الاضاءه الضعيفه، يعني حتى لو بتشتري الموبايل عشان الكاميرا للاسف مش هتلاقي اللي انت عايزه هنا. البطارية 5800 ملي امبير وده رقم كبير وكويس، وشحن سريع 45 واط وده كويس برضه، بس لازم ناخد بالنا ان البطارية الضخمة دي مش من باب الكرم، لا دي ضرورة لان المعالج بيستهلك طاقة كبيرة، فكان لازم يعوضوا ده ببطارية كبيرة. يعني من الاخر الميزة دي جت غصب عنهم. التليفون بيجي بسماعات ستوريو وصوتها كويس جدا من حيث العلو والنقاء، وبيجي بمستشعر NFC ومستشعر التقارب والتسارع، بس للاسف مش بيدعم الجيروسكوب ومفيهوش مايك اضافي لعزل الضوضاء. طيب الخلاصه بقى ورأيي الشخصي، التصميم شكله شيك وخامات التصنيع محترمه ومقاومه مياه واتربه بمعيار IP69 ودي حاجه نادره في الفئه دي، وطبقه الحمايه اللي على الشاشه كويسه، بس هل دي الحاجات اللي تخليني ادفع 12000 جنيه؟ طيب ما اروح اجيب موبايل بتصميم قوي وكمان باداء ممتاز وكاميرات محترمه وشاشه فول اتش دي بلس على الاقل، زي مثلا ريدمي نوت 14 ال 4G، معالج قوي وشاشه اموليد 120 هرتز وكاميرا 108 ميجا بكسل وسعره اقل ب 3000 جنيه، او الموتو جي 75 من موتوريلا، تصميم جامد وشاشه 120 هرتز وبيدعم ال 5G وتجربه سوفت وير نقيه ومعالج اجمد بمراحل، واقل في السعر ب 600 جنيه، او ممكن تزود 1000 جنيه وتجيب الريلمي 14 تي بيدعم ال 5G ومعالج واداء وكاميرات جباره واحسن منه بمراحل. كل دول افضل واقوى في كل حاجه تقريبا، وسعرهم اقل او نفس السعر، وفي موبايلات تانية كتير غيرهم. طيب الموبايل ده موجه لمين؟ بص مفيش غير شخص واحد بس اللي ممكن يشتريه، حد مش همه الاداء ولا الشبكات ولا الكاميرات، واحد عايز يعمل مكالمات وخلاص، بس حتى ده تقدر تجيب له موبايل تاني ب 6000 جنيه هيديك نفس الاستخدام وتوفر نص الفلوس دي. لكن لو انت بتدور على موبايل يديك قيمه حقيقيه مقابل سعره، فبصراحه الموبايل ده لا يستحق الشراء نهائيا، ومحتاج تراجع تفكيرك 1000 مرة قبل ما تدفع فيه 12000 جنيه. بس طبعا رأيي مش أهم من رأيك، عشان كده اكتب لي تحت في الكومنتات انهي أكتر عيب زعلك وإيه اللي بيفرق معاك أكتر في الاختيار. طبعا لو شايف إنك أنت استفدت أو اتبسطت من الطريقة اللي بشرح بيها، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان القناة لسه جديدة وبتكبر بيكم. شرفتوني في قناتكم الجديدة البربري، كان معكم محمد، واشوفكم في الفيديو الجاي وسلام.